قبل ما نبدأ الحلقة دي خليني أقول لكم إنكم على وشك تسمعوا واحدة من أغرب القصص في التاريخ. قصة راجل اتحول من شاب عادي لأسطورة مرعبة. الاسم لوحده كان بيهز عروش ملوك ووزراء وجيوش كاملة. حسن الصباح اتولد سنة 1050 في مدينة قم بإيران. من بدري أوي كان معروف إنه دماغ تقيلة، بيحب الرياضيات، الفلسفة، الجدال، الكتب، وكان عنده ثقة في نفسه مرعبة. وفي يوم قابل داعية إسماعيلي. الراجل قعد يتكلم معاه أيام لحد ما حسن اقتنع، ودي كانت اللحظة اللي غيرت حياته كلها. كبر وسافر واتعلم وفهم المذهب من جوه لحد ما بقى واحد من أهم دعاته. بس حسن كان شايف إنه مش هينفع يغير العالم بالكلام، لازم قلعة ولازم جيش ولازم نظام. سنة 1090 قدر حسن الصباح يستولى على قلعة الموت، قلعة محصنة فوق جبل شاهق. من اللحظة دي المكان بقى دولة مستقلة، وبقى حسن شيخ الجبل. الموت كان ليها نظام محدش شاف زيه، تعليم، تدريب، طاعة مطلقة، حياة قاسية، قانون واحد، قانون حسن. لدرجة إن ابنه نفسه اتقتل لأنه خالف القواعد. الراجل كان شايف إن القائد لازم يبدأ بنفسه. هنا تبدأ الأسطورة. الحشاشون أو الفدائيين، مجموعة صغيرة بتعمل عمليات بتوقف دول وتهد جيوش. هل كانوا بياخدوا حشيش فعلا؟ الغالب لا، دي كانت دعاية انتشرت عليهم لتشويه سمعتهم. لكن الاسم عاش لحد ما كلمة أسيسيان في الإنجليزي بقت جاي أساس منهم. الفكرة عندهم كانت بسيطة، هدف واحد ومهمة واحدة وموت مضمون. الفدائي كان بيتدرب على التسلل، التخفي، القتل بالخنجر، الاقتراب الصامت، حفظ تفاصيل الهدف، الهروب ده لو في فرصة يعني. وكانوا بيعلموه الصبر، الطاعة، وعدم الخوف من الموت. الفدائي كان عايش فكرة طالما شيخ الجبل أمر يبقى التنفيذ فوري. ودلوقتي هقول لك على 10 معلومات غريبة جدا عن الحشاشين. كانوا بيسيبوا خنجر ورسالة على السرير الهدف كتحذير، ولو طنش معناها اغتيال. بعض الفدائيين كانوا عايشين وسط أعداء حسن سنين قبل ما ياخدوا أمر التنفيذ. حسن الصباح عاش في الموت 35 سنة. كان بيكتب رسائل تهديد للحكام بلغة هادية جدا، كأنه بيقول لهم إحنا شايفينك. بعض الأهداف اتقتلوا وهم وسط آلاف الجنود، والفدائي هرب. ممنوع على الفدائي يتجوز، حياته كلها مهمة. عندهم مكتبة ضخمة جدا، المغول دمروها بالكامل. بعض الحكام دفعوا فلوس حماية للحشاشين عشان محدش يغتالهم. حسن الصباح كان بيؤمن إنه هيغير العالم مش بس يعمل دولة. ودلوقتي هقولك على أهم 10 اغتيالات نفذها الحشاشين. أول واحد، نظام الملك الطوسي، أهم شخصية في الدولة السلجوقية، اتقتل بخنجر فدائي متخفي. الوزير الفاطمي الأفضل شاهن شاه، وده اتقتل في القاهرة سنة 1121. الخليفة العباسي المسترشد، ده تم أسره وبعدها اتقتل. الخليفة العباسي الراشد بالله برضه اتقتل بعد صراع سياسي كبير. الكونت ريموند الثاني، ده أحد القادة الصليبيين، وده اغتالوه سنة 1152 في طرابلس. المقدم عز الدين، قائد الجيش السلجوقي،